اكثر الناس اللي حدثت لهم الاحداث دي لم يجدوا الا مين؟ الا واحة الايمان بالله، ففروا الى بيته حجاجا والى مساجده عمارا والى قراءة قرآنه ذكرا. لو نظرنا الى هذا نقول الطاغية مهما عمل لا بد ان يسخروا ربنا لخدمة دينه، لان في ناس لولا العضة اللي حدثت لهم دي ولا كانوا يلتفتوا ربنا ببالهم. احنا نعرف في واقع حياتنا وناس ويمكن كل واحد منكم يعرفها ما كان يذكر الله وما كان يصوم وما كان، فلما ايه جات له عضة كده من ظالم ابتدأ ما يلاقيش ملجأ الا ربنا. ويبقى الظالم اللي عمل ده نقول له والله لو عرفت انت قدمت لدين الله ايه، ده انت قدمت لدين الله عصبية